جوزي طيب قوي وعلى نياته، وما كنتش أعرف إن في يوم من الأيام هخونه بالطريقة دي مع أعز صاحب لي. أنا اسمي أمنية، عندي 33 سنة، واتخرجت من كلية آداب. أيام الجامعة كنت بحب زميلي جدا، كنا قريبين قوي من بعض، وكنت شايفة إن هو ده شريك حياتي. لكن للأسف ما حصلش نصيب، وكل واحد راح لحاله. بعد التخرج وأنا عندي 22 سنة اتقدم لي شاب تاني، كان هو كمان كان زميلي في الكلية. هو كان بيحبني من زمان، بس أنا بصراحة ما كنتش شايفة فيه أكتر من إنه شخص عادي، لا كنت بحبه ولا كان في بينا أي مشاعر. رغم كده أهلي شجعوني عليه ووافقوا إننا نكمل، يمكن لأنهم شافوا فيه إنه حد طيب وعنده مستقبل. هو أصلا من الشرقية، وأقنعهم إني أعيش معاه هناك لأن هو عنده شغله ومشروعه هناك في البلد. وبعد شوية تفكير وافقت وسافرت معاه، وبدأت حياتي الجديدة بعيد عن القاهرة. أول سنة جواز كنت بحاول أضغط على نفسي علشان أحبه، بس فعلا ما كنتش قادرة، ما قدرتش أحبه، بس كنت بتظاهر قدامه إن أنا بحبه زي ما هو بيحبني، لكن الحقيقة غير كده خالص. تعبت جدا في موضوع الخلفة، ولحد دلوقتي ربنا مكرمنيش بأولاد، ورحت أنا وجوزي عند دكاترة كتير جدا، بس للأسف كله كان بيقولي إن أنا عندي مشكلة. جوزي كان فاتح مشروع وهو معرض أدوات منزلية كبير قوي، أبوه هو اللي فتحهوله قبل ما يتوفى، وجوزي بقى هو اللي بيدير المشروع ده. وفي آخر سنتين دخل في حياتنا شخص ما كنتش أعرف إنه هيغير حياتي كلها. كان المعرض بدأ يخسر، وجوزي ما كانش عارف يتعامل ولا عارف يدير المعرض لأنه كان لوحده، وكان في بعض العمال اكتشف إن هم كانوا بيسرقوه. في الفترة دي جوزي قال لي إن هو خلاص هيصفي المشروع وهيبيع كل حاجة وهيدور على أي وظيفة وخلاص. وبدأ فعلا يعرض المعرض للبيع، وأول ناس قال لهم كانوا قرايبه، ولما عرفوا كده كلهم رفضوا إن هو يبيع حاجة، لحد ما في واحد صاحبه من البلد سمع بالموضوع وجاله وقعد معاه وقال له أنا هساعدك وهحط فلوس معاك وهدير المشروع معاك، ومكسبنا يبقى بالنص. وجوزي فعلا وافق، وبعد أول شهرين بدأت ألاحظ إن الدنيا بدأت تتظبط، والمعرض بدأ يشتغل تاني، وبقى فيه فلوس بتدخل لنا أحسن من الأول، وكنت فرحانة جدا ومبسوطة. وبصراحة بما إني مش بخلف وكده، فكنت ببقى طول اليوم قاعدة لوحدي في البيت، فكنت بزهق، وقلت لجوزي أنا عاوزة أنزل أقف معاكم في المعرض وأساعدكم. كان بيرفض في الأول، خصوصا إن شريكه ده بيبقى موجود معايا في المعرض على طول، ومن كتر الزن بتاعي وافق. وأول يوم نزلت فيه المعرض كنت أول مرة أشوف شريكه، إنسان ذوق جدا وقمة في الأدب والاحترام. كان لما بيبعت يجيب أي حاجة لنفسه من بره، سواء أكل أو حاجة ساقعة أو أي حاجة، كان لازم يجيب لي معاه. بدأت أحس إن في حد مهتم بيا، مع إنها حاجات بسيطة قوي، بس حقيقي كنت بحس إني مبسوطة قوي. ده غير أسلوبه في الكلام معايا، ولما أجي أقول رأيي في أي حاجة عاوزة تتعمل في المعرض أو أتكلم في أي حاجة كان دايما بيأيد رأيي. بدأت أتعلق بيه وأفكر فيه رغم إن أنا متجوزة، بس اللي اكتشفته إن قلبي رجع يدق من تاني لحد بعد سنين الجواز دي كلها. بدأت علاقتنا ببعض تكبر، خصوصا لما بنكون لوحدنا في المعرض أنا وهو. المفروض إن جوزي بيسافر كل أسبوع القاهرة علشان يجيب البضاعة اللي ناقصة من هناك،
وشريكه هو اللي بيكون في المعرض واقف مكانه، لأن شريكه ده مش معاه عربية ولا بيعرف يسوق. فجوزي كان هو المسؤول عن موضوع السفر للقاهرة وإنه يجيب البضاعة من هناك. جوزي سافر وقعدت أنا وشريكه في المعرض لوحدنا في اليوم ده، وبدأنا نتكلم عن حاجات كتير قوي، وحكالي عن حياته تقريبا كلها، وقال لي إن هو مش متجوز رغم إن هو عنده المقدرة المالية وعنده شقته، بس هو مش حابب أصلا موضوع الجواز. وقال لي إن هو دايما ما بيحبش يتربط، بيحب دايما يكون حر. قلت له يا بختك، والله تفكيرك عجبني قوي. من كتر الكلام أنا وهو لقينا الوقت عدى بسرعة قوي، ويوم ورا التاني بقينا صحاب، وبقى فيه بينا مشاعر محدش شايفها ولا حاسس بيها غيرنا. حتى لما جوزي بيكون موجود بنعمل نفسنا بنتعامل عادي خالص كأن مفيش أي حاجة بينا، ولما جوزي بيروح أي مشوار بنرجع نتكلم، واللي نفسه في حاجة بيقولها. لحد ما في يوم اعترف لي إن هو معجب بيا وبيحبني، بس ما كانش قادر يقول كده علشان أنا أبقى مرات صاحبه، وقال لي إن هو ما يعرفش الإحساس ده جاله إزاي، بس غصب عنه هو ده اللي حس بيه ناحيتي. ما ردتش عليه في اليوم ده وعملت نفسي زعلانة، مع إني من جوايا طايرة من الفرح. وقعدت يومين مروحش المعرض، واليوم التالت رحت لقيته مش قادر يرفع عينه فيا، وكان خايف أكون حكيت لجوزي على حاجة هو قالها لي. استنيت جوزي لما خرج من المعرض وقلت له مالك متغير كده ليه؟ قال لي هو انت زعلت من اللي انا قلتهولك او حكيتي لجوزك على حاجة؟ قلت له لا طبعا، هي دي حاجة تتقال او تتحكي؟ قال لي امال مش بتيجي بقالك يومين ليه؟ قلت له مفيش، كنت تعبانة شوية بس. قال لي طيب انت ايه رأيك في اللي انا قلتهولك؟ قلت له بص، انا واحدة متجوزة وعمري ما فكرت اخون جوزي، وما اعتقدش ان انا ممكن اعمل كده ابدا. قال لي انا ما قلتلكيش اعملي كده، الفكرة كلها ان انا حسيت بحاجة ناحيتك وقلتلك على اللي حسيت بيه. قلت له على فكرة انا كمان حسيت بحاجات حلوة ناحيتك، بس عشان انا متجوزة ما كانش ينفع اقول حاجة زي كده لان دي تبقى خيانة. قال لي هو في حد فينا احنا الاتنين يقدر يتحكم في مشاعره او يحدد يحب مين او يكره مين؟ دي حاجة بتبقى جوانا وبنحس بيها غصب عننا. كلامه كان بيعجبني قوي، بس كانت المشكلة اننا ما كناش بنتكلم كتير، لان جوزي معظم الوقت بيكون موجود، مفيش غير اليوم اللي هو بيسافر يجيب فيه بضاعة بنبقى قاعدين على راحتنا، بس هو يوم واحد بس في الأسبوع، وأنا كنت بنزل المعرض على الساعة 1 الظهر أول ما يفتحوا. وبما إننا ما بقيناش عارفين نتكلم أو ناخد راحتنا في الكلام وجوزي موجود، أخدت رقمه وبقيت أكلمه على الواتس قبل ما أنزل، وبقيت أنزل لهم على الساعة 4 أو 5 المغرب. بدأ يبقى فيه قصة حب كبيرة بينا، كل ده وجوزي مشغول بالمعرض وبالزباين وبالبضاعة، وانا وصاحبه عايشين في عالم تاني محدش يعرف عنه حاجة. عالم حلو جدا كان نفسي اعيشه من زمان، بس كان نفسي اعيشه في النور مع جوزي اللي بحبه، بس للأسف الظروف هي اللي حطتني في الموقف ده. بقينا نقول لبعض كلام أنا ما كنتش أتخيل إني أقوله لحد غير جوزي، وجوزي كمان عمره ما سمعه مني. لقيت نفسي جريئة قوي معاه، وعشان هو مش متجوز فكانت أقل كلمة بقولها له كانت بتجننه، وكان كل كلامه معايا إن هو نفسه فيا بطريقة محدش يتخيلها، وبيتمنى إن هو يعيش معايا يوم واحد
نكون لوحدنا. قلت له ده مستحيل يحصل، احنا بنحب بعض، لكن عمري ما هعمل حاجة غلط أكبر من كده. فضل يتحايل عليا كتير ويقولي ما تخافيش، ولو فعلا بتحبيني مش هترفضي لي طلب، وانا مش هعمل حاجة والله، انا بس كل اللي نفسي فيه اني اخدك في حضني. كلامه شوقني ليه قوي، وما بقتش عارفة اعمل ايه، وفي نفس الوقت كنت خايفة اعمل حاجة زي كده. وقلت له هنعمل كده ازاي اصلا وفين؟ قال لي في المعرض. قلت له نعم، في المعرض ازاي والزباين؟ قال لي بصي، في اليوم اللي جوزك هيسافر فيه بدري، أول ما يمشي هننزل المعرض ساعة بدري، وندخل من الباب اللي جوه في المدخل، ونقعد مع بعض ساعة، وبعد كده أروح أنا خارج وفاتح المعرض في ميعاده. الفكرة عجبتني، بس كنت قلقانة قوي. وجه اليوم اللي جوزي هيسافر فيه، خد الفلوس ونزل سخن العربية، وفضلت واقفة في البلكونة وانا ماسكة الموبايل وبكلم شريكه لحد ما جوزي اتحرك بالعربية. وقلت له انا نازلة دلوقتي، ورحت دخلت من الباب اللي في المدخل، لقيته مستنيني جوه. اول ما دخلت ما كانش مصدق نفسه، راح قفل الباب بسرعة وراح خدني في حضنه، وحسيت ان هو بيضمني جامد قوي قوي. قلت له بالراحة في ايه، انا مش هطير. طبعا وانا بتكلم معاه هو ما كانش بيرد عليا اصلا، لقيته بيعمل كل حاجة انا نفسي فيها، وما كانش سامعني ولا مركز معايا اصلا، كان مركز مع اللي بيعمله بس. حسيت ان هو بيحلم ومصدق الحلم بقى حقيقة قدامه. في اليوم ده ما قدرتش استحمل اللي كان بيعمله، وسبتله نفسي، مع اني قبل ما اروح كنت واخدة عهد على نفسي ان مفيش اي حاجة تانية هتحصل بينا، واني هحافظ على نفسي. بس للأسف ما قدرتش، ولقيتني انا اللي بطلب منه ان هو يعمل كده، ووصلني وقتها لأقصى درجات السعادة اللي أي واحدة تتمناها. ودي كانت أول مرة في حياتي حد يقرب مني كده غير جوزي. إحساس مختلف خالص، أول مرة أحس بيه. كنت مبسوطة لدرجة ما كنتش متخيلاها، وحبيت الموضوع جدا معاه. بعد ما خلصنا خرج هو وفتح المعرض، وانا كنت جوه بس ما كنتش قادرة اتمالك اعصابي من اللي حصل منه. وبعدها قلت له بص، انا مش هقدر اقعد معاك النهاردة، انا هروح. قال لي ماشي. وروحت البيت في اليوم ده وانا كنت في قمة سعادتي، وفي نفس الوقت ضميري كان بيأنبني اني ازاي اعمل كده، بس ما كنتش بسمع لصوت ضميري بسبب سعادتي باللي حصل بينا. بس مع الوقت بدأ إحساس السعادة يقل واحدة واحدة، وصوت ضميري بقى كل شوية يكلمني، بس الشيطان خلاني أتغلب عليه. وبقينا بنستنى اليوم اللي جوزي بيسافر فيه علشان نكون مع بعض، وبقالنا سنة على كده، وجوزي ما يعرفش أي حاجة من اللي بينا. خايفة جوزي يعرف حاجة، ومش عارفة لو عارف ايه اللي ممكن يحصل. عمري ما كنت أتخيل إني في يوم من الأيام إني هكون واحدة خاينة وأعمل كده مع حد تاني غير جوزي، بس فعلا غصب عني. إحساس الوحدة وقلة الاهتمام وقلة الحب والروتين بتاع كل يوم بيخلي الواحدة تدور على الحب والاهتمام والسعادة مع حد تاني. أرجوكم قولولي أعمل إيه وأتصرف إزاي. نفسي أعمل كده في النور وما كنش خايفة من حاجة.